تصريح كابتن رضا عبد العال. دايما على فكره الناس بتقول لي يا جماعه ما هو اللي موجودين على الساحه دايما لازم الواحد يشوف تصريحاتهم اللي احنا بنتعلم منهم. يعني دايما كابتن رضا عبد العال يعني الحمد لله مش جايبين لي صوره وهو بيكشرني. يعني بحب اسمع له وبحب دايما اتابعه بصراحه. يعني بحب اشوفه بيقول ايه. فكابتن رضا عبد العال عن تجديد فتوح ان هو بيتقال ان هو ضحك على الزمالك. يا لهوي. يعني تصريح جامد بصراحه. يعني ضحك على الزمالك. انا بصراحه ممكن اتفق معاك بس هو ممكن لعبها مش ضحك. لان برضه نادي الزمالك اسم كبير بصراحه يا كابتن رضا. يعني اسم كبير ما يضحكش عليه. ممكن يكون لعبها صح. ممكن يكون ضغط في وقت نادي الزمالك عنده ازمه ماليه. عشان كده انا قلت في الاول يا جماعه قرار مجلس الاداره بعرض فتوح للبيع يعني بصراحه يعني قرار غير موفق. كابتن رضا هو اللي بيدافع عن نادي الزمالك وبيتكلم عن نادي الزمالك وبيطلع نادي الزمالك في السماء والظروف وضد قال لك ان فتوح ضحك على نادي الزمالك. انا بقول ان هو لعبها صح. خلاص هو نصيب واتمنى له التوفيق. خلاص هو بقى دلوقتي صفقه ناجحه او عنصر يعني لاعب جديد. انا بعتبره ان هو لاعب جديد. يعني فتوح لاعب جديد في نادي الزمالك. نتمنى نشوفه الفتره اللي جايه لان هو نادي الزمالك محتاجه ومنتخب مصر محتاجه. كولر طبعا يعني برضو تصريح مستر كولر الجماهير لا ترحم ومش بتشبع بطولات اذا خسرت مهما كانت النتائج. ويعني في تصريح تاني برضو قال انا زيكم ما بيشبعش بطولات. ده حلو والله. يعني مستر كولر خدوا بالكم يعني الضحكه بتاعته رجعت تاني ابتدى التصريحات بتاعته ده. لو تلاحظوا كده اتكلمت على تصريحاته في فتره كانت غير موفقه. مشادته مع الجمهور كانت غير موفق. عشان دايما الناس تقول لك انت ما بتتكلمش غير على يا جماعه والله بتكلم واتكلمت على مستر كولر واتكلمت على كل الناس. انا ما بحبش التبرير. اللي بيتكلم يتكلم واللي بيتابع هيشوف انا بتكلم ازاي وبقول ايه. عاجبني مستر كولر في الفتره الاخيره تصريحاته وعاجبني جدا ان هو بيرد على جمهور النادي الاهلي بيقول لهم انا زيكم. فعلا جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي ما بيشبعش بطولات. اصغر بطوله النادي الاهلي لو خسرها بتتعمل عليها انقلاب غير طبيعي وبيزعلوا والناس مستاءه لان هو جمهور والنادي متعود على البطولات حتى في الناشئين حتى في مراحل حتى في الاكاديميات. هو حاجه مزروعه جوه جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. فدايما فعلا ما بيشبعوش. انت خليك زي ما انت مستر كولر. انت ماشي بشكل كويس في الفتره الاخيره. نتمنى ان التصريحات دي تستمر ونتمنى ان انا واحد من الناس بحب المدربين اللي يستقروا يبقى عندهم استمراريه. لان طول ما في استقرار مدير فني انا كلاعب خلاص انا مستقر. انا شايف ان عندي اداره ناجحه عندي جهاز فني عندي مدير كوره عندي استقرار فني. انا كلاعب خلاص بقى بالنسبه لي ما بيني وما بين النادي الملعب. لعبت اساسي يبقى ده اجتهادي. لعبت احتياطي وما لعبتش وخرجت فده برضو قراري. لان في النادي الاهلي طول ما انت لعيب كويس هتفضل موجود في الملعب. لو ابتديت تفتكر نفسك ان انت نجم وانت النجم الاوحد هتلاقي تقوم قاعد دكه وملكش تواجد وممكن وارد ان انت تبقى مش موجود في التشكيله. وارد ان انت ما تبقاش موجود في النادي. هو ده النادي الاهلي دايما متعودين على كده. اكبر نجوم لعبوا في النادي الاهلي لما حصل ظرف معين بعت. لما حصل موقف معينه ما بقاش موجود. النادي الاهلي بصراحه من الانديه اللي الواحد اتشرف في يوم من الايام اللي اتربيت فيها. فمتربي على البطولات متربي على ان بالنسبه لي ما فيش تعادل. هي شخصيه موجوده وشخصيه توارثتها الاجيال زي ما بيتقال من لعيبه ومن جهاز فني. حتى مستر كولر ابتدى يندمج مع الاجواء في النادي الاهلي. هيبتدى يعيش ابتدى حتى مداعبته مع الجمهور. خدوا بالكم اصل الجمهور ده مش اي حد يهزر معاه وخصوصا من مدير فني. يعني ممكن اللعيب يبقى ليه دلال على الجمهور فيهزر معاه ويناكشه ويهزر معاه ويشجع ويعمل حركات. بس كمدير فني ما حصلتش بصراحه غير مع مستر مانويل جوزيه. فمستر كولر اكتسب احترام الجمهور اكتسب محبه الجمهور وحتى اللعيبه بتحترمه وبتحبه. وعجبني جدا تصريحه واتمنى ان هو يستمر لان هيبتدي ياخد على الاجواء بالشكل يعني طول ما هو موجود هتلاقي الامور تبقى افضل وافضل. وباذن الله في الفتره اللي جايه اتمنى له التوفيق لان انا واحد من الناس من المدربين اللي انا مقتنع بيهم تماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا تعاقد الزمالك مع أحمد فتوح ورأي رضا عبد العال كان رأي صحيح، وقلنا الكلام ده في الفيديو اللي خاص بتعليق رضا عبد العال
عن تعاقد فتوح على الزمالك وازاي ضحك عليهم وخد اللي هو عايزه. كون فتوح خد اللي هو عايزه دي مش مشكلتنا حاليا دلوقتي، دي مشكلة الزمالك. ايه اللي هيحصل في اوضه اللبس دي مشكله الزمالك. يا ترى بقيه اللعيبه هتبقى قابله الكلام ده كله وترضى بالامر الواقع، ولا هيظهر مشاكل كتيره في غرفه الملابس عند نادي الزمالك؟ ده اللي احنا متوقعينه، نفس المشاكل اللي حصلت من تعاقد الزمالك مع فتوح. فاي اوفر قوي في التعاقد مع فتوح هيعمل مشاكل داخل غرفه الملابس داخل نادي الزمالك، والكلام ده قلناه اكتر من مره. فكون فتوح ضغط على الزمالك هو لعبها صح لمصلحه فتوح، واحنا قلنا الكلام ده قبل سابق، إن فتوح بيلعب لحساب نفسه، والمادة ثم المادة ثم المادة هي العنوان الرئيسي لأحمد فتوح، والراجل نجح في ده فبنحييه. ألف شكر يا أحمد فتوح، خدمت الأهلي خدمة عظيمة قوي إنك تعاقدت مع نادي الزمالك، وهنشوف اللي جاي إيه داخل نادي الزمالك. بالنسبة لكولر وتصريحاته وهزاره مع الجماهير، فطبعا جماهير النادي الأهلي بتحب كولر، والجماهير الواعية ما بتنساقش وراء اللي بيهاجموا على كولر على طول الخط، أمثال رضا عبد العال وشلة الزمالك إياها والمنتفعين اللي عايزين يوقعوا النادي الأهلي بأي شكل. مدرب كولر مدرب كبير جدا، وظروف السنة دي مش خدماه نتيجة بعض النواقص كنا متكلمين عنها أول الموسم. نتمنى إن شاء الله في التعاقدات الشتوية نتلافى هذه العيوب عشان النادي الأهلي يقف على رجليه بصورة أقوى من كده، ونشوف 5 بطولات زي اللي شفناهم الموسم اللي فات. كنت أهلاوي أصيل، كنت من عشاق الرياضة المصرية. ادينا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.